سلام بنات، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وتلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال يا رب يا رب. اليوم بغيت نشارك معكم واحد الصوص كراميل ولا كراميل كيجي بالنكهه ديال الشوكولات، كيجي زوين زوين بزاف وفيه مقادير اللي سهله بزاف. كنت شاركت معكم نيسلي كراميل مده هذه وكان عجب بزاف ديال البنات، وحتى هو كيصدق 100% كيصدق وكيبقى لينا مده اللي طويله في الثلاجه. وبالنسبه نفس الشيء بالنسبه لهذا، غير المقادير مختلفه وسهلين بزاف. كنحتاجو هنايا كاس ديال العنبه ديال السنيده ولا سكر حبيبات، مع نفس الكاس كنعبروه ديال الماء، وهنايا تقريبا 125 غرام ديال الشوكولات. ممكن انكم ديروا الشوكولات الاسود او ديروا الشوكولات الابيض، كيبقى لكم الاختيار نتوما واشنو بغيتو. انا غنديرو بهذا الشوكولات الاسود. ونبداو على بركه الله. الطريقه سهله بزاف وناجحه 100%. هنايا كنشعل البوطه كيف ما كيبان لكم، وكنقص ليها تكون ناقصه بزاف، وكنجيب شي مقله اللي تكون طالعه ولا كاسرونه المهم اللي كان. وغادي ناخذ الكاس ديال السنيده اللي عندي، غادي نخويه وما غاديش نحرك، غادي نخليها حتى تذوب على خاطرها بلا ما نقيسها بلا ما نحركها. وواحد النصيحه بالنسبه للبنات، النسلي كراميل اللي كنت صاوبت، كانوا بزاف ديال البنات كيكتبوا لي بانه فاش كيساليو انهم كيبقاو ليهم دوك الحبيبات ديال السنيده. دوك الحبيبات امتى كيبقاو فاش ما كندوبوش السكر مزيان، ما كيدوبش ضروري، كيبقاو لنا شي حبيبات. من بعد فاش تنساليو هذاك الكراميل وكيبرد لينا، كيرجعوا هذوك الحبيبات، ما كيكونش داب السكر بطريقه اللي صحيحه انه ما تبقى حتى حبه ديال سنيده كاينه. المهم هذه هي النصيحه اللي بغيت نقول للبنات. انا شحال من وحده كانت كتسولني، خاصنا نخليوه حتى يذوب تماما، ما تبقى عندنا والو حبه صغيره ما تكونش. المهم كما شفتوا معايا غادي نخليه حتى يبدا يذوب ونطلق معكم من بعد. كيف ما كيتبان لكم هنايا انا السكر بدا كيذوب بلا ما نحركو بلا والو. غادي نخليه حتى يذوب تماما، انه ما يبقاش نهائيا عندنا حتى حبه ديال السكر. هنايا من بعد فاش كيذوب تماما كيف ما شفتوا ان ما بقات فيه حتى حبه ديال السكر، غادي ناخذ هذاك الكاس ديال الماء اللي عبرت كما قلت لكم بارد عادي، كاس ديال العنبه ديال السنيده عفوا ديال الماء، وغادي نكبوه هكا. كيف ما شفتوا ان غيتحجر ليا كامل هذاك السكر، غيولي قاصح. صافي وغادي نبدا نحرك فيه عاود حتى تيذوب. كيف ما شفتوا انه كيولي كيتلصق. ما شفتوا معايا غادي نبدا نحرك كيف ما قلت لكم حتى تيذوب لي هذا السكر ونطلق معكم من بعد. دابا من بعد فاش داب لي كيف ما قلت لكم غادي نزيد الشوكولات. قبيله نسيت وقلت لكم 125 غرام، هي راه 150 غرام 150 غرام. انا عندي هذا فيه 200 غرام، اذا غادي نقص منه. المهم وغنديرو هنايا حتى يذوب. المهم نقص تقريبا قد هكا باش تكمل عندي 150 غرام. صافي دابا وغادي نبدا نحرك حتى تيذوب لي الشوكولات. وغادي نبدا نحرك في الشوكولات حتى كيذوب، ودائما على عافيه مهيله كيف ما وريتكم من اول الفيديو. اون فوا كيذوب صافي كنحيدوا المقله من فوق البوطه، ما غاديش نخليوه بزاف، غير كيذوب كنحيدوها
وكنديروه في شي قرعه اللي تكون معقمه من قبل. ولا يني ما نسدوش القرعه، غادي نخليوها محلوله حتى كيبرد تماما، عاد باش كنسدوها ما نخليوش انه يرجع فيه داك البخار. والمهم ها نتوما معايا باش تشوفوا الشكل النهائي. وبالنسبه للطريقه باش كنحتفظوا به، كنديروا في شي قرعه ديال الزاج اللي نكونوا غسلناها وعقمناها من قبل صافي، وكنخليوه حتى كيبرد وكنديروه في القرعه. والحاجه اللي اننا فاش نجبدو اننا خاصنا نسدو عليها مزيان ما يدخلهاش الهواء صافي، وكنحطوه في الثلاجه كيف ما قلت لكم انه كيبقى المده تقريبا ديال شهر ما كيقصاحش، ونقدروا نستعملوه في اي حاجه اللي بغيناها. وهنا البنات من بعد فاش برد لاصوص اللي عندي، هذا هو الشكل ديالها. غادي نقرب لكم باش تشوفوا الشكل كيف كتجي خاطره. تقدروا تزينوا بها لي كلاص، لي طارت، اي حاجه بالنسبه في الحلويات كيجي الشكل ديالها زوين، والمذاق حتى هو روعه روعه بزاف. كنت شاركت معكم بالنسبه للكريم كراميل اللي كنت شاركت معكم، حتى هي كتبقى بنفس هذا الشكل هذا، واخا كنحتفظوا بها مده ديال شهر كتبقى لنا بهاكا ما كتجمدش نهائيا. واخا نديروها في الثلاجه كتبقى بحال هكا عاقده ما كتخسرش لينا، ونحتفظوا بها مده اللي طويله كيجي المذاق ديالها روعه روعه. نتمنى انكم تجربوها. بالنسبه للبنات اللي ما شافوش لا فيديو ديال الكريم كراميل اللي كنت صايبت، غادي نخلي لكم رابط الفيديو في صندوق الوصف، وجربوها بعينكم مغمضين لانها كتصدق 100% على ضمانتي. وكانت هذه هي لا فيديو ديال اليوم، نتمنى انها تنال اعجابكم، ونتلاقى معكم في فيديو اخر ان شاء الله. بسلام عليكم وفي امان الله.